الأبطال يشكو من الحكام ويرميهم بأقذع الألفاظ على كل الأصعدة وفي كل الصحف والمواقع والبرامج. من الإعلام الأبيض فقط عرفنا عبارة سقط التحكيم الفاجر، كانت عنوانا من بيانات نادي الزمالك الرسمية والصادرة من مجلس الإدارة. خرجت أكبر الاتهامات إلى حكام كرة القدم المصريين، ولعل آخرها ما جاء في ختام الموسم الماضي وبشكل بالغ البشاعة ضد الحكمين ياسر محمود بعد مباراة مصر المقاصة، وقد انتهى أمره وتم شطبه واستبعاده أو اعتزاله إجباريا، وضد فهيم عمر بعد مباراة الاتحاد بالأسكندرية وتم تطويعه وتغييره تماما. اليوم يتباكى الإعلام الأبيض المتوحش على التحكيم والحكام. اليوم اتفق أصحاب القمصان البيضاء والعيون البيضاء والعقول البيضاء والصفحات البيضاء والبرامج البيضاء، اتفقوا في توقيت واحد ودون أي ترتيب أو تنسيق بالصدفة طبعا. اتفقوا ضد برنامجنا وضد نقدنا الدائم للحكام، رغم أن برنامجنا مدعم دائما باللقطات الموجودة من المباريات في كل البرامج وفي كل القنوات الأخرى. وأقول لهم جميعا ليتهم يذهبون إلى القضاء العادل وأبوابه مفتوحة. أتحدى أن يجد أحد منهم عبارة أو لفظا في نقدنا للحكام ليذهب بها إلى القضاء. أتحدى أن يجد أحدهم اتهاما ضد أي حكم في أي مباراة دون وجود لقطة مصاحبة تكشف الخطأ أو الفضيحة أو التلاعب. الزمالك، النادي والإدارة والإعلام، سبحان الله، من عاش دائما مدعيا الاضطهاد والظلم والقهر من حكام كرة القدم هو من يدعمهم اليوم، هو من يدافع عنهم اليوم، هو من يتهم من ينتقدهم بالخروج عن النص. اليوم رضي نادي الزمالك تماما ومعه إعلامه الأبيض بالطبع عن الحكام، بعد أن قدموا له عبر الأسابيع الماضية جهودا ولا أكبر للحفاظ على انتصارات الفريق وإبقائه في دائرة المنافسة على قمة الدوري العام لكرة القدم. نجح الحكام بامتياز، امتياز يفوق ما قدمه أبناء النادي المخلصون في كل المواقع. الحكم محمد عبد القادر مرسي قدورة قدم في مباراة غزل المحلة جهودا ومجاملات وأهدافا أكثر مما دفع رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس من جهود. الحكم سمير ابن محمود ابن عثمان كان المعلم بين كل الحكام. هداياه الثمينة في مباراتي المصري والداخلية فاقت كل ما فعله، كل ما قدمه المعلم الحقيقي حسن شحاتة المدير الفني للزمالك من خطط وألعاب. والحكم ياسر عبد الرؤوف تبرع في مباراة سموحة بالأسكندرية، تبرع باكتشاف الأخطاء التي يعتزم لاعب سموحة ارتكابها وبادر باحتسابها قبل حدوثها، فكانت أعماله أهم مما قدمه عبد الواحد السيد من إنقاذات. والحكم محمود عاشور كان رجلا نصري وصاحب الفضل
في نقاط مباراة المقاولون العرب بشكل يفوق كثيرا ما قدمه شيكابالا من تمثيليات وخداع ومهارات. والحكم فهيم عمر غض البصر عن كل مخالفات الزمالك في مباراة تليفونات بني سويف، وبينها أشهر شلوط في تاريخ الكرة المصرية، ليهديه فوزا وأهدافا بشكل أكبر مما حققه أحمد حسن صاحب الشلوط. والحكم حمدي شعبان جاء إلى مباراة وادي دجلة حاملا العلم الأبيض، معلنا الاستسلام التام لكل طلبات وضغوط نادي الزمالك، وفتح له طريق الفوز بأسلوب أهم مما صنعه أحمد جعفر. هؤلاء الحكام هم نتاج طبيعي لإعلام مخيف يحمل كل معاول الهدم ضد أي حكم،